تعالوا بقى النهارده نعمل البطاطس مع بعض بطريقه رهيبه بجد بتاخد العقل. تعالوا الاول نسمي الله بسم الله ويلا بينا نبتدي. زي ما انتم شايفين حطيت شويه زيت عليهم 6 ل7 قرون من الشطه. حطيت 5 فصوص ثوم وفلفل رومي حسب الرغبه، وقلبت الكلام ده. اول ما يبتدي ياخد لون كده وتبتدي ريحه التوم بتاعي يطلع، اشيلها بقى من على النار واحطهم كلهم كده في الكبه، حتى بالزيت اللي انا قليت فيه، لان الزيت ده كده خلاص بقى منكه بالثوم والشطه. دلوقتي بقى هحط ربع كوبايه من زيت الزيتون، يعني يفضل انه يكون بكر ممتاز. تمام. هضرب الكلام ده كله في الكبه لغايه ما يبقى معايا قوام ناعم تماما. طبعا تقدري تتحكمي في كمية زيت الزيتون زي ما انت عايزة، مفيش مشاكل، بس المهم في الاخر نوصل للقوام اللي انا هوريه لكم ده زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هجيب طاسة على النار واحط فيها معلقة من الزيت العادي. انا ما بحبش بصراحة احط زيت الزيتون على النار خالص، فاي حاجة هتلاقيني على النار بحطها يبقى زيت عادي. حطيت عليها معلقة كبيرة من الكاري لغاية ما بدأت يعني يتحمص معايا كده بس ما يتحرقش. نزلت بقى بالخلطة الحلوة بتاعتي دي وقلبتها مع الكاري كده سريعا علشان ياخدوا ويدوا مع بعض. دلوقتي بقى هحط معلقتين كبار من الخل الأبيض، وفلفل اسود، كزبرة ناشفة، كمون، ملح وسكر. كل حاجة من الحاجات دي معلقة صغيرة، إلا الخل معلقتين كبار. لو بتحبي الحاجة مززة ممكن تحطي كمان خل بلسمي معلقة كبيرة. حطيت كمان يعني عصير 3 ليمونات وقلبتهم وشلتهم من على النار. في حلة على النار قطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين لشرايح سمكها تقريبا 1 سنتي، وهبتدي ان انا اسلقها في المحلول اللي هتشوفوه ده. معلقتين سكر كبار، معلقة كبيرة من الملح، معلقتين كبار من الخل، وكيس توابل البطاطس بتاع كنور، او لو انت عندك توابل البطاطس السايبة خدي منها معلقة كبيرة. وسيبيهم بقى لغايه ما يغلوا مع بعض كده. واول ما البطاطس تستوي تماما، ما تبقاش نص سلقه ولا حاجه، لا تماما، صفيها من الميه وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. في طاسه على النار حطيت معلقه كبيره من السمنه ومعلقه من الزيت، وبدات اشوح الشرايح بتاعه البطاطس زي ما انتم شايفين كده. وانا بحب اديها هرسه كده، يعني بالهراسه او بالشوكه. بحب ان ايه، يعني تتحمص من جوه ومن بره، انتوا فاهمين، تاخد الطبقه الكريسبي الرهيبه دي من جوه ومن بره. وهكذا، وهعمل كده في كل كميه البطاطس. تعالوا نشوف بقى هنقدمها ازاي. زي ما انتوا شايفين ادي البطاطس واخده اللون الرهيب بتاعنا، وادي الخلطه الرهيبه اللي بجد انا يعني كل ما اعمل البطاطس دي لازم اكلها بالخلطه دي، لان الطعم غير يا جماعه، بجد بياخد العقل والقلب وبتبقي عايزه تاني تاني، يعني اللي هو كده. شايفين بناخد بقى شرايح البطاطس ونحطها في العيش البلدي الحلو بتاعنا، عليها بقى الخلطه الرهيبه دي، اللي بالمناسبه لو انت عايزاها سبايسي اكتر ممكن تاخدي قرن الفلفل الشطه الاحمر ده وتقطعيه صغير فيها. الف هنا وشفا.